السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ في ظل الظروف الكادحة اللي الناس بتمر بيها دلوقتي، من غلاء اسعار ومن ارتفاع سعر الدولار وهبوط سعر الجنيه والكلام ده كله، انا طالع اقول كلمتين بس صغيرين. ما تيجي نحمد ربنا يا جدعان على اللي احنا فيه، بجد والله. ما تيجي نحمد ربنا ايا كانت الظروف اللي احنا بنمر بيها، ايا كان الوضع الحالي بالنسبة ليك انت ايه. انا عارف ان الظروف صعبة على الشباب اللي من جيلي، انا متأكد يعني من كده ان انت هتحطت في ظروف ما كنتش تتخيل ان انت في يوم من الايام هتتحط فيها. يعني انت اتعلمت وذاكرت واجتهدت، وكان نفسك اللي انت لما كده ربنا يكرمك تحط في شغلانة كويسة وشغلانة محترمة. والحمد لله يعني في ناس كتير شغالة، وفي ناس كتير بتكافح، وفي ناس كتير شغالة مش بشهادتها، وده في الغالب ده اللي بيكون بيحصل. بس الحمد لله احنا احسن من غيرنا. هتقول لي احسن من غيرنا في ايه يا عبد الله؟ اقول لك احسن من غيرك في حاجات كتير. نعمة الستر، ان ربنا سترك. اي نعم، كلنا عيوب وكلنا بنغلط، وربنا سترنا وربنا الحمد لله كرمنا بحاجات كتير. نعمة الصحة، حاجات كتير لا تعد ولا تحصى. يعني انت وانت ماشي كده في الشارع، بص حواليك كده على الناس الغلابة اللي قاعدين في الشارع من غير سكن ومن غير مأوى ومن غير اي حاجة، هتحمد ربنا. بص، حاول كده مثلا ان انت تدخل اي مستشفى طوارئ قريبة منك، اقف بس نص ساعة قدام المستشفى، شوف حالات الحوادث اللي بتدخل شكلها عامل ازاي. بلاش الظروف المادية الصعبة اللي الناس فيها تخليك تتجاهل وتنسى نعم كتير في حياتك انت مش مدركها ومش متخيلها. يعني الحمد لله على كل حال، وانت بتسعى وبتعمل اللي عليك. انت بتسعى وبتعمل اللي عليك، بتشتغل. اي نعم ما بتكفيش احتياجاتك كفرد مش كعيلة. اي نعم، بتبتدي تتراود جواك افكار كتير. طب انا هعمل اللي انا عايزه امتى؟ طب انا هحقق اللي انا عايز اللي انا اعمله امتى؟ يا عم سيبها على الله. انت ربنا يعني ربنا عالم ان انت بتسعى وبتعمل اللي عليك وبتجتهد. الكرم بتاع ربنا ده بقى هيجي في وقت، ربنا هيكرمك في الوقت اللي انت يعني مش متخيله، وهيرضيك وهيفرحك وهيبسطك، وعمرك في حياتك ما هتتعب من غير ما تلاقي. بس بلاش فكرة اليأس تتملك منك، بلاش اللي انت تحبط بسبب الظروف اللي انت فيها دلوقتي. والشباب الكتير اللي بيقول لك انا حتى لو بشتغل مش مكفي نفسي وكده، انا بشتغل وخلاص وبتاع، لا ده انا اقعد في البيت احسن. اوعى في يوم من الايام تفكر ان انت تقعد في البيت، لانك لو قعدت في البيت هتشيل هم فوق همك. يعني انت عارف، هقول لك على حاجه بسيطه. الشغل ده نعمه كبيره قوي من ربنا علينا، بيلهيك عن حاجات كتير انت ممكن تتحط فيها. يعني السحله اللي انت بتتسحلها كل يوم دي، وبتروح بيتك اخر اليوم تعبان وبتاع، لا دي نعمه من ربنا. نعمة كبيرة من ربنا انت مش حاسس بيها. ان انت ما تفكرش اصلا في الحياة، والدنيا مش مستاهلة. عارف انت اقول لك على حاجة حلوة؟ انت ريح دماغك، هترتاح. انت اعمل اللي عليك، اشتغل. وبجانب الشغل ادي واجبات ربنا عليك، ان انت تصلي وتتصدق. تصدق، ايه المشكلة لما تتصدق يعني؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة اللي انت حتى لو ما بتشيلش حاجة من المرتب بتاعك تطلع منها حاجة بسيطة لله؟ يعني عمره في حياة ما نقص ماله من صدقة. عمر في حياتك فلوسك ما هتقل بسبب يا عم طلع جنيه لله. الجنيه مش حاجة دلوقتي، طلع جنيه يعني طلع أي حاجة لله، وربنا هيجازيك عليها خير وربنا هيعوضك يعني. وجايز الحاجة البسيطة اللي انت بتبقى مستبسطها دي وتقول الحاجة طب انا لا، الحاجة دي كبيرة عند ربنا. وبجانب ده وده حاجات كتير بقى في حياتنا بقى المفروض ان احنا نحمد ربنا عليها. يعني الحمد لله على كل حال. اي نعم الظروف زي الفل، بس الحمد لله على كل حال وهتتعدل. والله صدقنا يعني ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرم، والدنيا هتتيسر والدنيا هتتعدل. بس انت اوعى في يوم من الايام تيأس، وخلي عشمك واملك في ربنا كبير. وما دقت الا لما فرجت. مفيش حاجه بتفضل على حالها عشان تبقى بس فاهم. مفيش، الايام عمرها ما هتكونش كلها شبه بعضها. على فكره انت مش هتحس بالفرح والسعاده غير لما بتمر عليك اوقات صعبه.
يعني انت فاهم ازاي؟ عمر في حياتك ما هتحس بشعور اللذة والفرح، وان انت ياه ده بعد ايه. ما هو بعد ايه بقى؟ ده التعب ده بقى كله اللي انت بتتعبه دلوقتي، لما توصل وربنا يكرمك وحياتك تتعدل والدنيا تبقى زي الفل، هتقول اللي انا ما جبتهاش بالسهل. هتقول ان هي ما جاتلكش على طبق من ذهب. هتقول ان هي ما كانتش جايه لك وانت حاطط في بوقك معلقه دهب زي ما بيقولوا. انت فاهم ازاي؟ بخلاف بقى حد تاني الدنيا بالنسبه له كانت متيسره عنك، سبقك بخطوات بتاع. وما تبصش على حد وما تقارنش نفسك بحد، لان انت لو حسبتها هتعرف ان كل واحد ربنا مراضيه، ربنا كرمه في حياته. ممكن تبقى شايف واحد ده، طب يا رب انا استاهل ان انا اكون احسن من فلان الفلاني ده، هو مش زيي ده، انا بتعب وبجتهد. لا، ما تحسبهاش كده، ما تحسبهاش كده. هو فلان الفلاني ده يمكن خد حظه في حاجة ظاهرة لك انت، انما الخافي مش ظاهر لك. محدش هيظهر لك التعب اللي هو بيمر بيه، محدش هيظهر لك المعاناة اللي هو بيعانيها. انت ممكن تشوف واحد بيضحك وبيبتسم وفرحان، يا دي الدنيا وردي، وهو من جواه متكسر، وهو من جواه متدمر. فما تحسبهاش كده، ومبقاش تحط نفسك في مقارنات، واعمل اللي عليك واجتهد واسعى. اجتهد واسعى بأي شكل من الأشكال. حتى لو انت جهدك وسعيك وتعبك ما بتلاقيش فيه المقابل اللي انت تستاهله، ربنا يكرمك برضه. ما هو التعب والمجهود اللي انت بتبذله ده، ده ثوابه كبير عند ربنا على فكرة. يعني ده ثوابه كبير. وبلاش اللي انت الدنيا تليك والدنيا تاخدك. فكر برضو ان انت مش هتعيش يا عم، عشت 100 سنة، بعد كده هيبقى في حاجات ايه تستاهل اللي انت في دنيتك تعمل عشانها. انت فاهم ازاي؟ بس كده، وان شاء الله باذن الله خير، وربنا يكرمنا جميعا، وربنا يوفقنا جميعا وخير، كله خير الحمد لله. السلام عليكم.